في خبر حزين، تم إعلان وفاة النجم السابق لنادي بنفيكا والمنتخب البرتغالي أوزيبيو عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض. المزيد مشاهدينا في تقرير محمود علاق، نتابع. وداعا أوزيبيو، كلمة جعلت كل البرتغال ومحبي الكرة حول العالم يبكون واحدا من أساطير الكرة العالمية. النمر الأسمر كما كان يلقب لمهاراته التي يتميز بها مثل السرعة ودقة التسديد بالقدم اليمنى تحديدا، هو اللاعب القدوة للكثير من المشاهير على غرار مواطنيه المتوجين بلقب الأفضل في العالم فيغو ورونالدو، واللذين طالما اعتبراه مثالا أعلى وانحنيا احتراما لتاريخه. صراع طويل مع المرض ووضع صحي صعب تعرض له أوزيبيو بعد إصابته بجلطة دماغية في يوليو 2012 قبل أن يودع الدنيا في منزله في البرتغال. أوزيبيو المنحدر من أصول موزمبيقية قاد البرتغال لتحقيق أفضل إنجاز عالمي لها بعد أن حقق المركز الثالث مع سحرة أوروبا في كأس العالم سنة 1966، كما أنه يملك سجلا ذهبيا بعد أن حقق 11 لقبا للدوري البرتغالي مع بنفيكا و5 بطولات كأس، بالإضافة إلى لقب بطل دوري أبطال أوروبا، كما فاز بلقب هداف مونديال إنجلترا 1966 والحذاء الذهبي مرتين. رحل الأسطورة الكروية السادسة في تاريخ الكرة أوزيبيو، ولكنه ترك إرثا من الإنجازات في مجال الإبداع الرياضي سيبقى شاهدا على علو كعبه وتميزه في بلد تعودت على إنجاب سحرة الكرة.